السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناة أفكار بيتي. والنهاردة معانا عشان بمناسبة الصيف بقى والامتحانات هتخلص وكله هيدور على المصايف، فمعانا فندق هوريزون العين السخنة اللي هو بيبقى في جوه قرية الوادي. الفندق هنعرضه وندي كل التفاصيل عليه وعلى شاطئ البحر وكل حاجة أقولها لكم. ده شكل الفندق، قدامه حمام السباحة، وده الريسبشن بتاع الفندق اما تخش. يعني انا بعرض لكم سريعا كده فكرة برضو. ده الريسبشن عند الفندق، تمام. وده نظام الحجز هنا، واقول لكم كل ده بالتفصيل بس بعد ما نعرض الفندق نظامه ايه وايه الميزات اللي فيه. ده الفندق الاوض والغرف، تمام. وقصاده بيبقى على طول وتحت كده ده المطعم، وقصاده عن حمام السباحه. هو بالظبط عامل زي قرية إليت بيتش يعني، بس مصغرة. بس دي جوه القرية يعني. الفندق وأمامه حمام السباحة وأمامه الأكوا بارك وكل حاجة قدامك والبحر قريب مش بعيد. بالنسبة للغرف، الغرف بيبقى سريرين زي ما انت شايف كده، والسريرين ده كل سرير 1.20 متر، وبتحجز في الغرف دي طبعا. وبيبقى ليك فطار وعشاء في المطعم تحت الغرف على طول وجنب حمام السباحة. ده المطعم بتاع الفندق، وبيبقى زي قلنا زي فطار وعشاء، وبتنزل والأكل جميل وكل حاجة متاحة عندك في القرية، تمام. وبيبقى قصاد حمام السباحة زي ما انتم شايفين المطعم. وده الفندق هناخده ريفيو سريع كده. وده طريق الممشى بتاع البحر، والبحر مش بعيد يا جماعة، 5 دقايق مشي مش كتير. ودي منطقة الألعاب بتاعت الأطفال، تمام. وده الفندق انا بصورها لكم يعني. ده المباني بتاعت الفندق، قصاده حمام السباحه والاكوا بارك، بس عشان انا ورا الشجر في اكوا بارك. ده قلنا طريق ممشى البحر، هنصوره لكم برضو مش بعيد. انا همشي شويه حسبة 5 دقايق. وطريق الممشى ده بصراحة ما بيخلكش ان انت تحس انه المشوار طويل، هو فعلا مش طويل. يعني انا مشيت اهو كده بصور لكم الفندق كده نص الطريق، وزي اللي انا مشيت وده همشي تاني، يعني مفيش 5 دقايق وتبقى امام البحر. القرية او الفندق يعني حلو مش وحش، وشاطئ البحر جميل. يعني احنا وصلنا كده، خلصنا الممشى اللي هو من الفندق لغاية الشاطئ ده، كده انا وصلت لشاطئ البحر اللي هو نهاية الممشى اللي انا صورته لكم. في اخره بيبقى حمام سباحة. ده حمام سباحة على الشط، يعني الفندق الناحية التانية هناك من الممشى اللي احنا مشيناه ده اللي احنا جينا منه، بينتهي بتلاقي فيه حمام سباحة تاني غير حمام السباحة اللي فين في الفندق. وده شاطئ البحر، بيبقى فيه طبعا نطاطة على الشاطئ والأطفال وفري للعب فيها، وبين حمام السباحة والشاطئ. والشاطئ رملي وجميل مفيهوش أي مشكلة. بس هو فيه ظاهرة المد والجزر، أحيانا بتبقى فيه بحر، بيبقى فيه مواعيد مبيبقاش فيها البحر، بيبقى نازل يعني. ومواعيد تانية طبعا دي بنقدر عليها ان احنا بنحدد ميعاد نزول البحر، لكن بتتأثر فعلا عشان اكون واضح معاكم ان البحر بظاهرة المد والجزر. اما الشاطئ رملي وجميل، وشمسيات وشезлونجات وكراسي والدنيا يعني تمام. بس احنا كنا بنصور بقى خلاص، كان الساعة 6 فكله طلع. اما بالنسبه بقى بالليل بيبقى في حفلات عند حمام السباحه بتاع الفندق. يعني ده مبنى الفندق اهو، بيبقى فيه حفلات علشان تكسر اليوم بتاع بالليل. يعني بالليل مفيش حاجه غير ان الحفلات، فبتبدا الحفله من الساعه 9 لغايه بقى الساعه 11 12. بيبقى خلاص ان انت تطلع الغرفه، ما بيبقاش فيه بعد العشاء طبعا والكلام ده كله. فبيكسر الملل بتاع بالليل بالحفلات بقى، وبينوعوا الحياة في الحفلات زي ما انتم شايفين. بيجتمعوا مسابقات، فبيخلوا ان الاطفال والكبار برضو يقضوا وقت ظريف بالليل، بحيث ان ميبقاش فيه ملل في الفترة اللي بعد نزول البحر وحمام السباحة. دي كانت العاب نارية والتنورة، وكان دي ملخص سريع عن الفندق.